السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، المرجو من حضراتكم قبل مشاهدة هذا الخبر الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس أو وضع لايك للفيديو لكي يصلكم كل ما هو جديد. إن شاء الله سنوافيكم بأخبار سقط الرواتب للمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والمعين المتفرغ، وكذلك الموظفين في حال وصول إشعار الصرف لنا من قبل وزارة المالية ومصرف الرافدين والرشيد وبقية المصارف. وزير العمل يعلن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الثاني مع منحى 50,000 دينار. طبعا هاي المنحى 50,000 دينار صرفت من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، والمقدر قيمتها 50,000 دينار لكل متقاعد. الخبر الآخر: تم صرف رواتب وزارة النفط شركة نفط الجنوب. تم صرف رواتب وزارة الاتصالات العراقية. تم صرف أو في الساعات القادمة سيتم صرف رواتب وزارة الصناعة والمعادن، معمل السكر، وزارة العدل، وكذلك الجامعة التقنية الجنوبية. تم صرف رواتب وزارة الكهرباء شركة نقل الطاقة الكهربائية. تم صرف رواتب وزارة الكهرباء شركة إنتاج الوسط. تم صرف رواتب وزارة الكهرباء المقر. تم صرف رواتب وزارة الصحة مستشفيات الفلوجة. إن شاء الله سنوافيكم ببقية الأخبار لاحقا، والسلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.